النقطة التانية اللي عايز اتكلم فيها، في واحد جاره مثلا فاتح مشروع، ممكن والله ما يروح يشتري من جاره ويروح يشتري من حد تاني لسبب واحد فقط، ان هو متخانق مع جاره، او ان هو في بينه ضغينة بينه وبين جاره، آه ومش عايز المنفعة تعم على جاره. طب ليه؟ انت مفكر ان انت كده منعت رزق ربنا عنه؟ لا والله، ما منعتش رزق ربنا عنه ولا حاجة، بس خسرت كرامتك وخسرت اجر ربنا اللي كان هيديك ثواب عليه، وخسرت اجر ربنا اللي كان هيديك ثواب عليه. نصيحة لنفسي وللجميع، لأي حد بيسمعني، طول ما انت ماشي بنية سليمة في الدنيا، طول ما انت ربنا سترها معاك. اول ما نيتك تكون خبيثة وتكون بتدور على مصلحتك انت بس، والله العظيم مش هتلاقي تراب، والله التراب مش هتلاقيه. انما لو انت مشيت تبع نيتك الصادقة، يعني احنا دلوقتي في رمضان الشهر الكريم، هل حد فينا فكر ان هو يروح يصالح جاره المتخاصم معاه؟ هل حد فينا فكر يروح يصالح اخته او اخوه اللي متخانق معاهم بسبب الورث؟ ما هو صومك مش هيتقبل طول ما في انت بينك قلبك في ضغينة بينك وبين حد. الصوم والصلاة بتتقبل لها عوامل، العوامل دي ان انت تكون من جواك نظيف مع ربك ومع اخواتك ومع اهلك ومع جيرانك ومع نفسك، وتكون صادق مع نفسك اهم حاجة. لانك طول ما انت صادق مع نفسك هيبان عليك، هيبان عليك وهينعكس على الاخرين، هينعكس على الاخرين. معرض سيارات، معرض سيارات اشتري منه اللي انت عايزه، الحاجة اللي تعجبك، وقرارك هو اللي هيحدد مصيرك. دي عجباك، دي عجباك، دي عجباك، دي عجباك، دي عجباك، ممكن ما تعجبكش حاجة خالص. في الأول والآخر ده قرارك أنت، وأنت اللي هتتحمل نتيجته. هتقول لي إزاي أتحمل نتيجته؟ هقول لك اسمع مني الكلمة. طول ما أنت قلبك أبيض، والله العظيم ربنا هيكرمك آخر كرم. بس لازم يكون قلبك أبيض، لازم تتمنى الخير للناس، لازم تتمنى الزيادة للناس، تتمنى، لازم ما يكونش في قلبك حاجة وحشة للناس. ساعتها بس ربنا هيكرمك، ربنا هيكرمك بكرمه ورزقه وعطائه. خزائن الله لا تنفذ. عايزين نستغل شهر رمضان، عاوزين نستغل شهر رمضان في طاعة تنفعنا في الآخرة، حاجة نقدمها لربنا تنفعنا في آخرتنا. زي إيه؟ يكون عبادة، اعمل لنفسك صدقة جارية، تكفل بإفطار صائم، بيتيم، لو تعرف حد غلبان ساعده، ساعد المحتاج. خلي بينك وبين ربنا حبل ما تقطعوش، ما تقطعش الحبل ده دايما، خليك مهما كنت عاصي خلي بينك وبين ربنا حبل موصول بيه، علشان لو وقعت تلاقي اللي يسندك، تلاقي اللي يرجعك. يوم القيامة ربنا بيدور للإنسان على حاجة يرحمه بيها،
فلازم تسيب لنفسك حاجة ربنا يرحمك بيها، لازم تسيب لنفسك أجر، تسيب لنفسك عمل صالح ربنا يرحمك بيه وربنا يكافئك عليه. ما تقطعش كل السبل، اوعى السبل، ما تقطعش كل السبل اللي بينك وبين عباداتك مع الله. إذا أنت كنت مقصر في شيء، وكلنا مقصرين، حاول دايما إنك تعمل شيء ويكون في السر. إن كنت بتساعد محتاج، إن كنت بتعبد ربنا تهجد أو قراءة قرآن أو بتعمل، خليها في السر، لأن العبادات بتحسد. يعني في ناس ممكن تحسدك بس لأنك بتعبد ربنا وبتصلي. والله العظيم لو أخفينا كل شيء بنعمله، النية بتبقى صادقة لله، بتكون صادقة لله. مش شرط ان انا اروح ادي لحد محتاج حاجة اروح افضحه واصوره، لا، ما تفضحوش ولا تصوره، خليها بينك وبين ربنا. يا ابني انت كده كده طلعت الحاجة دي، خلاص خليها لله بقى، خليها لله علشان ربنا يديك اجر عليها. انت كده كده طلعت مبلغ من المال، طلعت مساعدة، قمت الليل. ما تروحش تقول تاني يوم انا قمت الليل وصليت وزببت الصلاة قد كده. لا يا حبيبي، لا يا بابا، لازم عباداتك مع ربنا تكون في السر، لازم تصدقك على المسكين يكون في السر، لازم أعمالك مع ربنا تكون في السر، علشان ربنا يديك الأجر ويكون خالص لله فقط لا غير. إنما لو أنت بتعمل عمل مش خالص لله، والله العظيم انتهز فرصة رمضان، فرصة عظيمة جدا، فرصة كبيرة جدا تقدر من خلالها ان انت تحسن علاقتك مع ربنا ومع الناس، تحسن علاقتك مع ربنا والناس. فنصيحة مني للجميع وأذكر نفسي، يا رب اجعلنا من المخلصين واجعلنا من الصالحين، ودايما خلي قلوبنا صافية ونقية، دايما يا رب نقي قلوبنا من الرياء، يا رب أي حاجة نعملها تكون خالصة لوجهك الكريم. اللهم آمين، اللهم آمين. وفي النهاية تذكرونا بدعوة جميلة في رمضان تاخدوا عليها أجر إن شاء الله. ربنا يا رب يديكم كل اللي انتوا عايزينه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.